اصل اختك ضايقه بقى، اختك ضايقه والله العظيم ثلاثه. ما عارفه اللي هو انا لو عملت كتاب والله. شفتي سلوى بنت خالتي مالها سلوى؟ سمنتها. انت بتقارني بسمانه بنت خالتي؟ يا نهار اسوح. انا ممكن ارتبط بحد ما احبوش وما يحبنيش بس حنين عليا، ممكن اتجوز حد ما فيش ما بيننا حب بس حنين عليا. وهي الحنيه حرفيا بتدوب اي حاجه، واللي قلبه فيه حنيه عشرته فيها الامان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله انا ما عارفه انتوا من غيري انتوا هتعملوا ايه، ولكن كله يهون. اغيب وارجع بالمهيب. ليه؟ عشان النهارده الفيديو بتاعنا هقول لك على شويه صفات لو لقيتيها في شريك حياتك اطمني. يعني ايه؟ يعني لازم يكونوا فيه، ما ينفعش تنزل عنها. الحاجات دي اساسيات وبديهيات. حلو. اول حاجه خالص لو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه خالص لازم تكون موجوده في شريك حياتك او اللي انت بتختاريه، عشان خلاص انا ده اخترت ان هو يخطبني، وافقت عليه، ايا كان اساسي وبديهي ما بينكم لازم يكون في احترام. الاحترام دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، بتحطيها اساس كده، انت اللي بتحطيها وبتعرفيه عليها ان انا لازم يكون في احترام ما بيني وما بين الشخص اللي انا نويت ابني معاه حياتي او ان انا اكمل معاه حياتي. ماشي؟ دي البداية. طيب ايه بقى يا دينا الصفات اللي لازم تكون موجودة فيه؟ اول حاجة خالص ما بياخد ويدي بشكل ودي. يعني ايه؟ يعني في لغة حوار، تعرفوا تتكلموا، تعرفوا تتناقشوا. مش كل ما تيجي تتناقش معاه يقفلك الموضوع ويهرب، يقفل عليكي كلام ويسكت، يقلب لك المشكله. لا بابا، لا حبيبي، انت لازم تركز معايا هنا قوي 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 قوي، ان هو بياخد ويدي، كلام رايح جاي. طب في كذا، طب وليه مش كذا؟ عشان كذا. طب وانت لو شايفه كذا، طب ما انا كذا. كلام رايح جاي. تمام؟ وفي الاخر بنشوف بينتهي على ايه. دي اول حاجه مهمه جدا. تاني حاجه مهمه معانا انه ما يكونش معقد. اعرفها ازاي دي بقى يا دينا؟ من تصرفاته، من افعاله. تشوفي الواد ده معقد ولا عنده مشكله، الواد ده ماله، الواد ده يعني بيحقر عليكي ولا ايه ظروفه معاكي. اصل اختك ضايقه بقى، اختك ضايقه والله العظيم ثلاثه. ما عارفه اللي هو انا لو عملت كتاب والله. لا، لازم تركزي قوي في الافعال والتصرفات، وما تعمليش سكيب او ما تعديش كل حاجه من دماغك. مش هقولك تعملي عليها مشكله، فلتري كل موقف عندك. ده عنده مشكله، طب اهله ايه، دايرته كانت ازاي، دنيته عامله ايه. تمام؟ دي حاجه مهمه جدا 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 جدا. طيب النقطه اللي بعد كده انه يكون شخص بيقدر يتحمل المسؤوليه، ان انت لما تكوني بتاعته وفي بيته يقدر يشيل مسؤوليتك باحتياجاتك كامله. وده شرط مهم، مفيش عنه فكره ان احنا ممكن نتنازل عنه خالص. ده اساسي، ان لو مش بتحمل المسؤوليه فبالتالي هو هيبقى نايم في البيت، فبالتالي انت تنزلي تشتغلي عشان تصرفي عليه، وده امر غير موجود لان راجل قوام عليكي. فدي نقطه مهمه جدا 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 جدا. النقطه اللي بعد كده انه يكون مكتفي بيكي جدا، انك ماليه عينه جدا، انك عارف لو هو شايف فيكي كل حاجه ومش مش شايف ستات بعدك. تمام؟ ما يكونش بيقارنك بست تانية، ما يكونش بيقولك ايه اصل شفتي سلوى بنت خالتي مالها سلوى؟ سمنتها. انت بتقارني بسمانه بنت خالتي؟ يا نهار اسوح. فما يقارنكيش باي ست تانية، هو شايفك حلوه بكلك على بعضك، بعينك الواسعه قوي زياده عن اللزوم، ما بيحبش العين الواسعه، بشعرك اللي ممكن يكون شويه مموج، مش اللي هو الليسي السايح النايح، ببعض ديفوهاتك. هو مكتفي بيكي، هو حاسس ان انت فيكي كل حاجه. فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا. النقطه اللي بعد كده وانه بيكون بيخاف على مشاعرك وبينقي الفاظه كويس قوي معاكي، وخصوصا لو انت شخص حساس زي حالاتي كده. انا شخص حساس جدا، والكلمه لو مش متنقيه في وضعها وفي مكانها الصح بيعمل معايا مشاكل كتيره، بتخليني اقفل من الشخص. فلو الشخص اللي قدامي مش بينقي كلامه معايا وبيحسس على كلامه جدا بيبقى معايا مشكله. طبعا دي بترهق جدا وبتبقى تخلي قدامك دايما على طول محافظ على كلامه، بس وانس ان هو بيفهمني بيعرف يتعامل مع ده، فبيشوف الحته دي ايه، يعني ممكن في الخناقه يشتمك ولا ايه اللي بيحصل. دي نقطه مهمه جدا. طيب النقطه اللي حرفيا بالنسبه لي بتأثرني وبتخليني مسلمه ورافعه الرايات البيضاء، ده كده فانت لازم تكوني مختاره الشخص ده حنين ولا لا، يعني هتهوني عليه ولا لا، يعني قلبه هيقسى ولا لا، هيسيبك زعلانه ولا لا، دمعتك عنده او بالنسبه له ايه. فدي كلها حاجات بتفرق جدا 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 بالنسبه ليكي وليه. فالحنيه بنت عريض كده
مهمة جدا جدا جدا. النقطة اللي بعد كده، كريم ولا بخيل؟ لان الشخص البخيل بيكون بخيل في كل حاجه، مش شرط الماديات بس، لا، بخيل في مشاعره، بخيل في تعامله، بخيل في اسلوبه، بخيل في كل حاجه. فالشخص الكريم والمعطاء هو شخص بالنسبه لك هيبقى معطاء في كل حاجه. ما قلتش ان هو يكون مسرف، ما قلتش ان هو يكون عنده حاجات ان هو يقدر يتصرف ببذخ والحاجات دي، لا، كريم، اللي في ايده مش ليه زي ما بنقول. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا. النقطه اللي بعد كده، المرح، الضحك. الراجل الفرفوش رزق بقى، يعني سيبيكي من الست الفرفوش، بالك انت في راجل بيضحكك، يا لهوي، يا راجل بيضحك، عارفه هو بيعمل حركات ارجوزات كده حتى لو ما بيعرفش، كمان هو بيحاول. فالراجل الفرفوش حرفيا هيبسطك. الراجل النكدي هينكد عليكي حياتي كلها يا ماما، حبيبه قلبي. بلاش الراجل النكدي، بلاش الراجل الاتم، الراجل اللي ما بيضحكش. يا حبيبي انت خايف تضحك وشك يكرمش يكشر، يعني يكسر فيه ايه يا حبيبي، مالك؟ فبلاش الراجل الكشر، لان الراجل الكشر ده انت حتى مش هتعرفي تدلعي عليه، حتى مش هتعرفي تضحكيه. عارفه لو انت حتى بنت فرفوشه مش هتعرفي، انت اللي هو يا راجل في مالك، اللي هو انت هتقرفنا ليه، حياه واحده هنعيشها. فبلاش الراجل الكشري، بلاش الراجل الاتم، بلاش الراجل اللي باصص للحياه حياه البؤس. دي الحياه يعني خلاص انا عارفه ان هي حياه واحده، وان دي مش دار الاخره ودي كلها، بس احنا حياه وبنعيشها، فنحاول نعيشها واحنا راضيين ربنا ومبسوطين في حياتنا. ليه يا بابا، ليه انت جاي تقرفنا ليه يا حبيبي؟ فالراجل اللي بيضحك ده نعمه، ما قلتلكيش انه يبقى رجوز، لا، يعرف ينكت، يعرف يضحكك، يعرف يعمل حركات كده، عارفه اللي هو ايه، حتى لو ما بيعرف بيحاول انت تضحكي فتحبيه. فدي نقطه مهمه جدا جدا. يبقى خفيف الظل، ما يبقاش بروطه، ماشي، دي نقطة مهمة. النقطة اللي بعد كده، ودي نقطة مهمة جدا جدا، كونك انتي قررتي ان انتي ترتبطي براجل، ما ينفعش خالص ان انتي تبقي قرري ان هبقى مستقلة، انا اللي هاخد قراراتي بنفسي، انا اللي مش عارفه ايه، انا لا، انتي معاكي راجل يبقى لازم يكون قادر يعرف ياخد قراراته، يقدر ياخد قرار، يكون حكيم، يعرف يوزن الامور. مش انتي اللي هتعملي كده، انتي دخلتي شريكة حياة، فانت لازم تكوني عارفة ان هو اللي عنده القرار، يشاركك فيه بس يقدر ياخده، يعرف يوزن الامور، ما يرملكيش الدنيا اعمل ايه واتصرف ازاي، اعمل ايه واتصرف ازاي، ده كده كده تتقلك، بس هو يكون قادر يعمل ده. تمام، فدي نقطة مهمة جدا. طيب بعض الأسئلة اللي تسأليها لنفسك لازم في أي علاقة أنت تدخليها، وهي أنا محتاج إيه من العلاقة دي أول حاجة خالص. ما ينفعش خالص إن أنا أدخل العلاقة وأنا مش عارف أنا عايز منها إيه، دي أول حاجة. إيه الحاجات اللي أقدر أتنازل عنها في العلاقة دي؟ تالت سؤال، إيه الحاجات اللي فيها كلام ممكن أفوتها وما تأثرش عن العلاقة إنها تبوظ أو تفشل؟ 3 أسئلة دول مهمين جدا جدا جدا. رابع سؤال وهو أنا هقدر أدي العلاقة دي إيه اصلا، ولازم كمان افهم احتياجات اللي قدامي ايه وانا احتياجاتي ايه، ولازم كمان اكلم اللي قدامي في احتياجاتي. دي كلها فيديوهات تتعمل بالتفصيل الممل عشان تقدري تتكلمي فيها، عشان فترة الخطوبة هي مش مجرد فترة بتنتقل بيكي للجواز، لا، دي فترة اختيار، يا اما هتكملي يا اما لا. بس كده حلوين، هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.